السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل عيلة شمس. النهاردة أنا مش طالعة أحكي حكاية، أنا طالعة أتكلم في وجع بيقطع في القلب. هنتكلم عن الظلم وعن الناس اللي بتستسهل إن هي ترمي غيرها بالباطل وتخوض في سمعتهم وهي مش عارفة إن الكلمة دي عند ربنا بتهز العرش. لو انتي مظلومة أو حد اتهمك بحاجة مش فيكي أو حاسة إن حقك ضايع، اسمعيني للآخر علشان النهاردة حقك هيرجعلك ولو بالكلمة. عارفين يا جماعة، الجرح اللي في الإيد بيلم، لكن جرح الكلمة والاتهام بالباطل ما بيلمش بسهولة. في ناس لسانها زي السكينة، تظلم ده وتتكلم في حق دي وهما مش عارفين ان المؤمن ليس بسباب ولا لعان. ازاي بتهون عليكم اعراض الناس؟ ازاي بتناموا وانتوا في قلب موجوع بيدعى عليكم في نص الليل؟ عارفين حكاية الست الغلبانة اللي كان عندها كوخ صغير جنب قصر ملك ظالم؟ الملك ده قرر يهد الكوخ علشان يوسع القصر بتاعه. الست رجعت ملقتش بيتها، رفعت راسها للسما وقالت: يا رب انا كنت غايبة بس انت كنت فين؟ العلماء بيقولوا ان الكلمة دي هزت السما وربنا امر القصر انه يتهد على اللي فيه. الخلاصة: الظالم ممكن ينام لكن المظلوم جفنه ما بيغمضش، وربنا بيقول للنفس المظلومة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مفيش حق بيضيع عند ربنا. يلي الناس نهشت في سمعتك بالباطل، ويلي حد اتهمك بحاجة انتي بريئة منها، ما تزعليش. ربنا سمى نفسه العدل وعارف الحقيقة. لما حد يرميكي بالباطل هو مش بياخد من كرامتك، هو بياخد من ذنوبك وبيديكي من حسناته وهو مش دريان. افرحي ان خصيمك يوم القيامة هو اللي ظلمك وانتي الوقفة القوية قدام ربنا. كلمتين بس للناس اللي بتظلم: خافوا من دعوة المظلوم، مفيش بينها وبين ربنا حجاب. الظلم ظلمات يوم القيامة، وكل كلمة باطل قلتها في حق حد هتدفع تمنها من صحتك ومن ولادك ومن راحة بالك. الدنيا دوارة وزي ما عملت في الناس هيتعمل فيك. عارفين يا جماعة، في ناس فاكرة ان الظلم هو انك تضرب حد او تسرق ماله بس. لا والله، اصعب انواع الظلم هو ظلم السمعة. انك تروحي تقعدي في قعدة وتقولي كلمة سمعتيها عن فلانة وانتي مش متأكدة فتهدي بيتها وتكسري قلبها. الظلم هو انك تشوفي حد غلبان ملهوش ظهر فتيجي عليه علشان تداري غلطك انتي. الظلم هو القهر، انك تنامي ليلة وانتي حاسة ان مفيش حد مصدقك غير ربنا. بس صدقيني، ده لوحده كفاية. كان في واحد زمان من الصالحين اتظلم، فواحد بيقوله: يا امام فلان ظلمك وبيتكلم في حقك، ما رحتش تشتكيه ليه؟ رد عليه بكلمة تتكتب بماء الذهب، قاله: لقد رميته بسهم الليل الذي لا يخطأ. يعني ايه سهم الليل؟ يعني قمت وصليت ركعتين في وقت السحر والناس كلها نايمة وقلت: يا رب خد لي حقي. يا جماعة، ناموا وانتوا مظلومين ومقهورين، بس اوعوا تناموا وظلم دعوة المظلوم ملاحقاكم، لان ربنا بيقول عنها: لأرفع عنها فوق الغمام. لكل واحدة بتسمعني دلوقتي ومقهورة وموجوعة من اتهام باطل في حقها، اوعي تفتكر ان ربنا ناسي. ربنا يمهل ولا يهمل. عارفة ليه ربنا بيأخر حقك؟ علشان لما الظالم يقع وقعة ما يتسماش عليها، وعشان انتي حسناتك تزيد. كل ثانية بتقضيها وانتي بتعيطي ومظلومة عداد حسناتك شغال من غير ما تسبحي حتى. ربنا بياخد من رصيد الظالم اللي تعب فيه سنين ويديهولك في لحظة. الناس ممكن تصدق الباطل، والناس ممكن تمشي ورا اللي صوته عالي واللي بيعرف يمثل دور الضحية، لكن ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انتي مش محتاجة تبرري لكل الناس، كفاية ان ربنا عارف انك بريئة. نظرة الناس ليكي مش هي اللي هتدخلك الجنة او النار. اللي بجد يوجع هو نظرة ربنا ليكي وانتي ظالمة. افتكر السيدة عائشة أم المؤمنين لما اترمت بالباطل في حادثة الإفك، قعدت شهر كامل بتبكي والنبي نفسه ما كانش عارف الحقيقة، لحد ما ربنا نزل براءتها من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى ليوم القيامة. لو الدنيا كلها اتهمتك ربنا هيظهر براءتك ولو بعد حين. خلي ثقتك في الوكيل كبيرة.
يا رب يا ناصر المظلومين، اجبر خاطر كل حد اتوجع من كلمة باطل. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. يا رب رد لنا حقوقنا وارحم ضعفنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من رمى غيره بالباطل. يا جماعة مفيش أصعب من إن الإنسان يبكي وهو بيقول يا رب انت عارف إني مظلومة. الدمعة دي غالية قوي عند ربنا، دي دمعة بتهز أبواب السما. وافتكروا دايما إن ربنا لما بيقفل باب البشر في وشك بيفتح لك باب ملكوته كله، ويقولك أنا وكيلك وأنا حسيبك، وأنا اللي هجيب لك حقك لحد عندك. وفي النهاية عايزة أقول كلمة لكل واحد استسهل وجع غيره، ولكل واحد نام وهو رامي حد بالباطل. نام يا ظالم، بس افتكر ان عين ربنا مش بتنام، والوجع اللي زرعته في قلب غيرك والله العظيم هتدوقه في أعز ما تملك. الدنيا سلف ودين، وعند الله تجتمع الخصوم. اما انتي يلي مكسورة ومظلومة ارفعي راسك، انتي في حماية الملك. ربنا مأخر حقك علشان يدهشك بعطائه، وعشان يوريك نصرته قدام عينيكي وعين اللي ظلمك. ارفعوا ايديكم معايا وقولوا يا رب. يا رب يا ناصر المستضعفين، ويا مغيث الملهوفين، يا من تراه ولا يراك، ويا من يعلم السر وأخفى. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب قد ظلمنا وأنت العدل، وقد قهرنا وأنت القوي، وقد رمينا بالباطل وأنت الحق المبين. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، واجعل كيده في نحره، واشغلهم بأنفسهم عن أذى عبادك. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم رد لنا اعتبارنا واكبر كسر قلوبنا، واظهر براءتنا كما أظهرت براءة يوسف وعائشة. يا رب إن كان حقنا قد ضاع في الأرض فإنه لن يضيع عندك في السماء. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو الفيديو ده لمس وجعكم ادعوا لنفسكم ولغيركم في التعليقات، وخلونا دايما سند لبعض. كانت معاكم شمس، وفي رعاية الله وحفظه، وافتكروا دايما إن الله مع الصابرين.